السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حميد، لك تعليق على الطرد؟ عندي نقطتين كابتن. تفضل. حالة الطرد أنا أشوف طرد واضح وصريح. الكرة كانت واقفة، ما كان لها داعي الاندفاع هذا البدني. حتى إن كان الحالة مش فاول، الاندفاع بحد ذاته وأكيد أن القحطاني بيأكد على هالكلام، وله الفقرة بعدين الفقرة التحكيمية بيفندها على راحته، لكن الاندفاع هذا ما كان له داعي. في نقطتين أحب أعقب عليهم كابتن خالد. تفضل. بالنسبه في اخوي سعد في الحلقه الاخيره كنا نتكلم عن الخط الدفاع، وكنا نتكلم عن الهفوات الدفاعيه، وعارض هذا الشيء، وبالعكس اشاد ببعض اللاعبين اللي كانوا موجودين. اليوم احنا شفنا معظم خط الدفاع مكشوف بالنسبه للاعب ما يلعب مهاجم صريح اللي هو رحيمي. للمرة الثالثة قدر انه يوصل المرمى بكل سهولة وقدر انه يسجل. هذه حالة. حميد سريعا لضيق الوقت، بس خلينا نروح للشيء الايجابي للعين، بعد بروح لك الاشياء السلبية في العين. التحولات الهجومية كان مميز فيها، ومرة ثانية رحيمي حاضر في كل حالات العين. تعرف ابو الوليد، انا احب اشيد بالكلمه اللي قال عنها كابتن ميدو، ان التحولات الهجوميه فاجأ فيها السيد كاسترو. اليوم العين ما تحفظ لانه يلعب خارج الديار، بل كان هو المباغت، هو اللي يوصل، هو المبادر على مستوى التسجيل. الكور اللي كانت متاحه هذا انفراد ابو الوليد، انفراد تام. هذا نفس الهدف، ومن ريل منه؟ من ريل كاكو. كوبي بيست من الهدف الأول، وكأن الاثنين مثل ما أنت تفضلت في الحلقة السابقة كابتن خالد، قلت في كيمياء بين اللاعبين كاكو ورحيمي. مجرد ما اللاعب يرفع راسه على طول يدور المساحة. ولو تلاحظ رحيمي في نفس التموضع في المباراة الأولى كان من الطرف اليسار ودخل على داخل، صحيح. ولقى نفس المساحة. اللاعب السريع كابتن ميدو اكيد انه خبير بالناحيه الهجوميه اكثر ممتاز. عني انا كمدافع. اللاعب السريع المهاري لما يلقى الوقت والمساحه ممتاز. راح يبدع. هذه اللي لقاها رحيمي في هذه الظروف. ميدو بنفسها في الاخطاء الدفاعيه تقول لا، انا لي فكره عن هدف العين الثاني اللي تقول بتكلم على تمركز يعني العمري. كل الاهداف اخطاء دفاعيه ومن الحارس. تفضل. هذا اللي اوكي. كرة اتقطعت. طبعا هنا الخيبري كان لازم يتعامل مع الكره الثانيه بشكل افضل. ممتاز. لازم شغله اللعيب رقم 6 ان هو يعمل كده. 2 اقف هنا، اقف. عبد الاله العمري طالع بره ليه؟ بره قلب الملعب. طيب. انت الباك رايت رايح يقابل، صح. انت طالع ليه بره قلب الملعب؟ على الطرف. على الطرف. طيب. طالع الطرف. اقف بقى، اقف هنا. عبد الاله العمري عمل كل حاجه غلط ممكن تتعمل في الكوره علشان يودي رحيمي هو الجول. وقفها يا مخرج. اول حاجه رجعها وقفها. اول حاجه هنا كابتن صالح غطى الاوفسايد. انت الطبيعي ان طالما ان الراجل ده عنده وقت على الكوره ان انت تطلع مع الديفنس. رجع خطوتين لورا، ده نمره 1. نمره 2 وضعيه جسمه لبره، واقف لبره. اي سنتر باك في الدنيا في الموقف زي ده لازم يبقى وشه للكوره ووشه للملعب، عشان لو اتضرب ان هو يقطع مع رحيمي، انما هو طلع نفسه بره الجيم. اخطاء كارثيه من دفاع النصر، مش النهارده بس، في كل المباريات. وانا دايما اقول الاخطاء الدفاعيه طالما بتتكرر ده شغل مدرب. لان المفروض النهارده صح. المدرب ما عنده محللين اداء وعنده مساعدين وعنده ستاف، ان هو يقعد ويعمل محاضرات فيديو، وان يشتغل في الملعب على الوقفه الدفاعيه، التعامل مع الكرات العرضيه. انما الاخطاء في النصر ما بتتصلحش. والله مستمره من هنا حتى نشوف كاسترو مش موجود مع النصر بعد الفاصل. المقارنه بين رونالدو ورحيمي، من كسب ميدو، رونالدو ولا رحيمي؟ يعني ما فيش مقارنه كبروفايل لعيبه اليوم. لا، رحيمي لعيب كبير. انا متابعه من ايام الرجاء
وكنت يعني بتمنى ان انا اجيبه للزمالك. الزمالك لكن كل ليله حتذكره لنا انت. ما انا يا عم انا كل ما لفينا الزمالك تاخذ لعيبه العالم للزمالك. كنت اتمنى رحيمي يعني متاسس تاسيس كويس جدا في اكاديميه الرجاء. صحيح. ودلوقتي اخوه بيلعب في الرجاء وينج ليفت، هو بنفس المركز. طيب لعيب كبير، وبعدين مش موضوع لعيب كبير امكانيات فنيه بس، شخصيه. صحيح. بيقف على الكوره. على فكره من اكتر الاجنحه اللي شفتهم في حياتي بيقوموا بادوار دفاعيه، يدافع ويلعب بقلب وروح. هو قلب الفريق العين. قلب فريق العين. المصايب لا تاتي فرادى. النصر في كل مباراه جالس يخسر لاعبين الى 3 لاعبين، وتكلم على الاصابات. مع نهايه الموسم وكاسترو موجود ممكن يلعب النصر في الناشئين على هذا المعدل. عشان كذا لماذا؟ عشان كذا يا ابو الوليد احنا قلنا كاسترو موضوعنا ليس فني فقط. اليوم انت كمدرب اذا ما تكون شخصيتك كل اصابات عضليه. ابو الوليد خليني اكمل كلامي فكرتي. اذا ما يكون المدرب له شخصيه ويعرف يتعامل مع اللعيبه، اللاعب وهو طالع من النادي عارف انه وراه مدرب بيحاسبه، عارف ان في مدرب يتابع العياده، عارف ان في مدرب يتابع اللعيبه، يتابع غذائهم، يتابع كل شيء. ابو الوليد ابو الوليد فيلم وثائقي كامل عن سير فيرجسون، حتى يسالهم عن حياتهم الزوجيه، كيف هم مرتاحين ولا لا. المدرب كل شيء ابو الوليد، المدرب هو القلب النابض للفريق. والاصابات سببها كاسترو؟ اكيد الاصابات سببها ان اللعيبه برا ما ترتاح، ما تنام كويس، ما تتغذى كويس. ليش ما تكون من التمارين مثلا؟ هذا اضف لذلك قد يكون اسلوب. لذلك احنا اليوم نتكلم ابو الوليد المدرب 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 المدرب. النصر على هذا المعدل وكاسترو موجود، من الممكن اذا كل مباراه اصابتين هنا الموسم ممكن تشاهد لاعبين الشباب يلعبون، مع انهم ليسوا في القائمه، ما في لاعبين. اصابات 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 اصابات. فتش على السبب، السبب هو كاسترو. حميد، وش في خالد عيسى اليوم واداءه المهزوز واسبابها؟ قلت لك ابو الوليد عطفا على المستوى والاداء المرهق بالنسبه لهم في المباريات الاخيره، 8 مباريات في ظرف 30 يوم هي مرهقه ذهنيا. لا جمهور النصر لو خوفني كان ما طلعت بهالنتيجه اليوم وانا فرحان. انا شايفك خايف الان مع انك تاهلت. انا لقائي مع زعماء، فعشان شي ما راح اخاف. خلاص بين زعيم وزعيم، اطلع انت منها. فموضوع الارهاق الذهني كابتن ابو الوليد هذا شيء مرهق اللاعبين على فكره. انا اتوقع يعني لو كانت الظروف بالنسبه للفريق مهيئه اكثر وكان عندنا اليه تدوير اكثر بالنسبه للاعبين، يمكن كنا بنطلع باخطاء اقل. ترى انهزمتم اليوم حميد، حميد انهزمتوا ترى اليوم انتم. انا دائما فايز سعد، عمري ما تاهلت بس انك انهزمت. انا فايز من 2003 مش من اليوم. اليوم احنا ب10 لعيبه وهزمناك يا حميد. النصر ب10 لعيبه وهزمك ب4. مش انا اللي طردته، هو اللي طرد نفس اللاعب. ومن له حيله فليحتال، يقول لك المثل. صحيح؟ يعني مش انا اللي طردته، صحيح؟ فانا اقول ان اليوم اذا انت تبغى تفوز اخوي سعد، عدل منظومتك الدفاعيه، عمرك صح. ما بتاخذ بطوله صح ودفاعك مهزوز بهذه الصوره، خذها قاعده وحطها حتى 3 خطوط. صحيح. اذا الدفاع بيظل بهذا السوء وما عندكم حارس مرمى يكون ذو جوده عاليه، شيء طبيعي ان العين فريق كبير راح يفوز عليك، لكن بكره بتقابل فرق ثانيه اكيد راح تعاني اكثر واكثر واكثر. انا بس عايز اضيف حاجه ابو الوليد. لو انا مكان اداره النصر لازم مع احترامي الكبير يعني لازم اوقع عقوبه على ايمن يحيى، لان انا يعني ان لعيب يفقد سيطرته على مشاعره في مباراه مهمه زي دي ولسه نازل، يعني مش مجهد، مش مرهق، كرة بعدت، الراجل نازل بيعمل يعني الحكم صفر فاول قبلها، الكرة بعدت. بس احمد معلش كابتن احمد، انا اشوف انه هو كان متحمس زياده. ما هو ماشي، ما انت لازم انت النهارده عايز تظبط في مواقف انت كاداره نادي ما ينفعش ان انت تعديها. النهارده السبب الرئيسي لخروج، لان انا بقول لك والله العظيم النصر لو يكمل المباراه 11 كان فاز، لان
شوف السبب الفرصه طبعا نقطه التحول هو فاز نقطه بس التحول كان في يتأهل. المباراه طرد. لا انا قصدي يعني يتاهل. نعم. لان نقطه التحول في المباراه هي طرد ايمن يحيى، لان النصر لو يلعب بالارهاق الكبير اللي حصل لفرقه العين، لو يلعب الاكسترا تايم كله ب 11 ضد 11 يكسب. يعني هو كسب وهو بيلعب ناقص لعيب. طيب. انت النهارده لعيب نزلت لسه نازل بقالك 10 دقائق، لازم تسيطر على اعصابك. وانا كنت لعيب كوره والكابتن وكلنا وكابتن سعد وكلنا لعيب الكوره وعارفين ان انت ساعات تخرج عن شعورك. لكن امتى تخرج عن شعورك؟ مثلا ممكن تكون مرهق يعني مجهد بدنيا فتفقد تركيزك، انما انت لسه نازل بقالك 10 دقائق 12 دقيقه، يعني صعب جدا. حط فريقه في موقف صعب جدا في رايي. انا بس هي رساله للاعبين ولا راسهم ايمن يحيى، في فرق ما بين الحماس بالظبط والعنف. صح. انا احب اللاعب القتالي واللاعب الحماس، اللي الكره المشتركه اروح انا وياك، هذا يبين ان بتحدى اللي امامي وباخذ في اي كره مشتركه بقاتلك عليها. بس اللي قاعد اشاهده لا، هذا عنف ولا لا مبرر. يعني نازل على اللاعب برجلينه كذا، ما في اي مبرر. مش كذا، هذه مش رساله للاعبين، هذا ضرب متعمد. شيء غريب يعني، ولا في شيء يستدعي، ما كان في شيء يستدعي يكون في هذا. ده الحكم وقف اللعب خلاص، الكره فاول. طيب. الكره بعدت الى جانب اخر،